السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وبألف عافية يا رب. فيديو جديد على اليوتيوب. خالد كمال معاكم، برنامج كرة اون تايم. آه بصوا يا جماعة، انا من ساعة ما بدأت البرنامج دوت على اليوتيوب، فانا مش هتكلم او مش هيبقى كلامي عن انتمائي، او مش هيبقى كلامي ان انا زملكاوي فانا اتكلم في صالح نادي الزمالك في الصح وفي الغلط. لأ، اللي أنا شايفه صح هاقوله صح، واللي أنا شايفه غلط هاقوله غلط. وبالنسبة برضك للنادي الأهلي، اللي أنا شايفه صح هاقول ده صح، واللي أنا شايفه ده غلط هاقول ده غلط. ده ما يزعّلش حد. أنا باقول الكلام اللي أنا شايفه. انتمائي دوّة يعبّر عن نفسي أنا بس، ما يعبّرش عن كل الناس. أنا باتكلم والله في الحق اللي أنا شايفه. فريقي الزمالك، باشوف الحق، باقول كلمة الحق، باشوف في غلطات وفي أي حاجة بتحصل غلط هاقولها. بالتالي برضك في النادي الأهلي، اللي أنا شايفه صح هاقوله، واللي أنا شايفه غلط من وجهة نظري أنا هاشوفه غلط هاقوله. فأنا مش كلامي مش هيتأثّر بانتمائي. لأ، انتمائي دوّة برّه البرنامج، انتمائي ده برّه اللي أنا باتكلّم فيه. لأ، أنا باشجّع فريقي، فأنا قافل على نَفْسي، باشجّع فرقتي، باتضايق، بازعل، بافرح. فده من بداية ما أنا بدأت البرنامج بتاعي دوّة، فأنا باتكلّم في اللي أنا شايفه. اللي أنا شايفه، وجهة نظري، وجهة نظركم برضه بتحترم، مختلفين معايا برضه آرائكم تحترم، وما فيش أي مشكلة، بدون تجاوز وبدون قلة أدب. فالنهارده هنتكلم في مواضيع مهمة جدًا. يا رب تتابعوا الفيديو للآخر، واللي ما عملش سبسكرايب للقناة يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس، واللي عجبه الفيديو يدوس لايك. وهابقى مبسوط جدًا، جدًا، جدًا لو انضميتوا للبرنامج عندي، وأنا هابقى مبسوط جدًا بدعمكم ليّا. هنتكلم النهارده في اعتداء المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على مشجع زملكاوي، سواء باللفظ أو بالاعتداء الجسدي. فالقصة المعروفة إن هو اعتداء المستشار مرتضى منصور على أحد المشجعين بالتطاول اللفظي، وإن هو عشان خاطر قال رأيه، فهو يعني بيسموها إيه، إن هو مأجور. تمام، أي حد يخالف الرأي للمستشار مرتضى منصور فهو مشجع مأجور. ليه يعني؟ ليه؟ هو عشان حضرتك لازمًا كل حاجة تقولها تبقى صح، وكل حاجة تقولها بالنسبة من وجهة نظرك غلط تبقى غلط؟ لأ، لأ. أنت حضرتك مش رئيس عِزبة، حضرتك أنت رئيس نادي الزمالك، اللي جمهوره بالملايين في مصر وفي الشرق الأوسط كله وفي أفريقيا. زي ما النادي الأهلي جمهوره بالملايين في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. تمام، رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب المحترم ما يقللش من أي مشجع أهلاوي، سواء مختلف معاه في الرأي. لو حتى مختلف معاه في الرأي ما يقللش منه. النهارده المشجع الزملكاوي بيكلم مرتضى منصور، بيقول له فين البطولات يا سيادة المستشار؟ قال له ما هو الدوري. قال له فين أفريقيا يا سيادة المستشار؟ احنا عايزين أفريقيا، عايزين ناخد بطولة أفريقيا. قال له هو انت حضرت الجلسة دي؟ قال له لا. قال له يبقى انت مأجور. يعني ايه مأجور؟ مش فاهم انا يعني، مش فاهم. هو اي حد يختلف مع حضرتك في الرأي يبقى مأجور؟ يبقى مشجع مأجور؟ لا. حضرتك كل جماهير نادي الزمالك جماهير محترمة، ناس محترمة. تختلف معاك في الرأي، حضرتك مش ملاك. حضرتك مش ملاك انزل من السما كده فانت ما بتغلطش. لا، احنا لينا رأي. اللي بيحصل في الفرقة ده غلط، اللي بيحصل في الفرقة ده كوارث بتحصل. واحنا مش عايزين نخش في مشاكل، عايزين نفضل ورا الفرقة عشان ماتش الترجي، الماتش الفيصلي، الماتش الجاي اللي لازم نادي الزمالك يكسب عشان خاطر يحافظ على اماله في الصعود للدور الثاني. فحضرتك ما تطلعش تيجي عشان مشجع بيكلمك حضرتك، وده بقى انسان محامي محترم، تمام، ان انت تقول عليه مشجع مأجور. لا، مش مشجع مأجور. حضرتك مش دي مش عزبه عشان حضرتك بتديرها فاحنا شويه خرفان. لا.
جماهير نادي الزمالك فوق اي حد. جماهير نادي الزمالك المحترمه فوق اي حد. تقول بآراء راجل قال رأيه باحترام. حضرتك ما تجيش تقول اصل دوت مشجع مأجور. لا، مش مشجع مأجور حضرتك. كفايه بقى، كفايه تجاوزات، كفايه تقليل من شأن الجماهير. هو انت مش عافيه علينا يعني؟ مش عافيه، مش عافيه. وان شاء الله الايام اللي جايه باذن الله، باذن الله، باذن الله، نادي الزمالك والدوله تشوف، عشان احنا دوله قانون ودوله محترمه، تشوف تشوف ان ما ينفعش اللي فيه نادي الزمالك ده. ما ينفعش. غير ان حضرتك قلت ايه؟ انا الناس مستحملين تسالك لو حضرتك عضو في النادي الاهلي. قلت له انا قلت انا عضو في النادي الاهلي. هو نادي اسرائيلي؟ لا، احنا ما قلناش ان هو نادي اسرائيلي حضرتك. ما قلناش ان هو نادي اسرائيلي. الاهلي نادي محترم، وحضرتك ليك الحريه ان انت تبقى عضو في النادي الاهلي عادي جدا. ما انا مو زملكاوي، ممكن يكون والدي والدتي اعضاء في النادي الاهلي، ايه المشكله؟ بس حضرتك ما تطلعش تقول كده في الاعلام. انت كده بتستفز الجمهور، بتستفز الجمهور في وقت ما ينفعش ان انت تقول كده. ما ينفعش ان انت تبقى رئيس نادي الزمالك حتى لو انت عضو في النادي الاهلي ان انت تقول انا عضو في النادي الاهلي. مش عشان ان انت عضو في النادي الاهلي دي حاجه غلط، لا، دي حاجه محترمه وحاجه كويسه. مفيش مشكله، ما ممكن نرموز في النادي الاهلي اعضاء في نادي الزمالك عادي جدا. بس توقيت الكلام ما ينفعش قدام الصحفيين وتخلي الجماهير مشتعله. ما انت ده حضرتك بتعمل نوع من التعصب، بتعمل نوع من فتنه الجماهير. ده وقت ما ينفعش. ده وقت ما ينفعش ان حضرتك تقول كده. هو احنا ايه؟ مش فاهم انا يعني. ما في اعضاء، في ناس في النادي الاهلي اعضاء في نادي الزمالك وكلها معروفه، بس ما بيطلعوش يقولوا للناس كده في الاعلام. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى اللي اتكلمت فيها زمان وهتكلم فيها دلوقتي، هم بخصوص الاعلام الموازي. وايه هو الاعلام الموازي؟ الاعلام الموازي دوت اللي هو، تمام، كل طالع ان هو يتكلم عشان خاطر بيقبض. قبيض. بمعنى انا هقبض، انا واحد هيجي يقبضني عشان خاطر اقول وجهة نظر معينة حتى لو انا مش مقتنع بيها. فكان الاستاذ عبد الناصر زيدان والاستاذ ابو المعاطي زكي ايام ما كانوا في حملة ضد المستشار مرتضى منصور، ايا يكن انا مش متفق مع مرتضى منصور او مش مختلف مع المستشار مرتضى منصور، تمام، ان هي كانت حملة، تمام، لاسقاط مرتضى منصور واسقاط مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية. فدي كانت كلها تصفية حسابات وكانت معروفة ملهاش علاقة بالكورة. فلما كله بان على حقيقته وكله عارف ان هو ده بيطلع يتكلم عشان خاطر مصلحته الشخصيه فقط، تمام، كله بان. انا دلوقتي كنت ضد الاستاذ عبد الناصر زيدان، تمام، عشان خاطر الازمات اللي كان بيصدرها نادي الزمالك وخناقاته مع مرتضى منصور. خناقاتك مع مرتضى منصور دي بره الاعلام، ما تتصدرش للاعلام، عشان انت كده بتضر نادي الزمالك، بتضر كيان نادي الزمالك. فانا دلوقتي احترمت الاستاذ عبد الناصر زيدان، وانا بتابعه، اللي هو انا كنت مختلف معاه جدا، تمام، انا بتابعه لان هو دلوقتي ابتدى يتكلم يقول لك انا بتكلم في البرنامج عشان اقول معلومات، عشان اقول معلومات. فهو رجع للطريق الصحيح ايا كان اختلافاته مع الناس اللي هو كان متفق معاهم او الناس اللي هو كان ماشي وراهم. بس هو ان انت ترجع للطريق الصح. ترجع للطريق الصح ان انت حضرتك اعلامي بتقدم برنامج اعلامي في التلفزيون وعلى اليوتيوب، فان انت مختلف مع شخص ما تجيش على الكيان عشان خاطر الشخص. اما بالنسبه للاستاذ ابو المعاطي زكي، اللي انتمائه معروف ان هو اهلاوي وكل يطلع نقول اهلاوي، فحضرتك ما تطلعش تقول والله انا محايد وحضرتك انا بتكلم. لا، حضرتك ما تجيبش سيره نادي الزمالك تاني على لسانك. مش عشان اختلافك مع عبد الناصر زيدان، استاذ عبد الناصر زيدان، ولا الكلام ده. بس انا يعني الواحد بقى يعني يقرف من ان هو لما يشوف كلامك على اليوتيوب او البرنامج بتاعك على اليوتيوب، بتطلع تسافر مع النادي الاهلي، بتطلع تتكلم عن النادي الاهلي حلو، ما تجيبش سيره الزمالك. ما تجيش لما الزمالك يخسر او يتعادل ان انت تطلع كاعلامي، المفروض ان انت اعلامي ورئيس تحرير في جريده، تمام، ان انت تطلع تحفل على نادي الزمالك. لا، نادي الزمالك اكبر منك، نادي الزمالك اكبر من اي حد. وانا شخصيا عارفك، وانا شخصيا عارف
حضرتك بيتك فين، وعارف حضرتك وكنت بقعد في القهوه اللي حضرتك كنت بتقعد فيها، كافيه الكابتن، شارع في الزيتون، قهوه الكابتن. لما كنت بشوف حضرتك بتقعد تكتب المقالات بتاعتك وانت قاعد بتشيش. حضرتك ليك ارائك المحترمه، تقول ارائك الحره تقولها عن الاهلي. انت بتحب النادي الاهلي، ادعم النادي الاهلي في كلامك، في برنامجك، في كل ما تجيب سيره نادي الزمالك. ما تتكلمش عن نادي الزمالك. حضرتك طالع هجوم وكنت بتهاجم مرتضى منصور. احنا ما كان ده ما كانش برنامج، ده كان شغل، انا اسف يعني في اللفظ، شغل مش مظبوط اللي بيحصل، رتح وكلام وكلام فارغ. حضرتك اهلاوي ومنتمي للنادي الاهلي وبتتكلم بلسان الناس ان النادي الاهلي بقى بيدفعوا وما بيدفعوش، دي مش قصتي. تمام؟ او حضرتك بتقبض منين مش بتقبض منين، دي مش قصتي، دي حياتك وانت حر فيها. بس ما تجيبش سيره نادي الزمالك، لان نادي الزمالك وراه رجاله، نادي الزمالك وراه ناس تتكلم باسمه، نادي الزمالك ليه جماهير تتكلم باسمه وهترد عنه. حضرتك اتكلم عن النادي الاهلي زي ما انت عايز، انتقد، شيد بتاع، مالكش دعوه بنادي الزمالك. تطلعش انت تحفل على نادي الزمالك وانت المفروض ان انت بتقدم برنامج على اليوتيوب، المفروض ان انت كنت بتقدم برنامج في التلفزيون، المفروض ان انت رئيس تحرير جريده. فوالله اللي احنا بنشوفه في الاعلام المصري ده مش اعلام، سواء اعلام في التلفزيون او في الجرايد او في اليوتيوب او في الفيسبوك. الناس ما يعني يا جدعان، انتمائكم ده لما بتطلعوا تكلموا الناس بره انتماءاتكم. انا طالع من اول يوم بقول انا انتمائي لنادي الزمالك، ما عنديش اي مشكله، اتشرف ان انا اقول كده، بس اطلع اتكلم عن الزمالك باحترام. يوم ما الزمالك يبقى فيه حاجه غلط هقولها، واطلع اتكلم عن النادي الاهلي باحترام، لان انا في بيتي اهلاويه. فاتكلم باحترام، اتكلم باحترام. جمهور النادي الاهلي جمهور محترم، جمهور نادي الزمالك جمهور محترم، مجلس اداره النادي الاهلي محترم. ليا اختلافات مع اداره مجلس نادي الزمالك بقولها باحترام، بكل ادب وبكل احترام. زي ما انا بقول رايي ان انا شايف ان اداره نادي الزمالك دي مش لازم تكمل، عشان النادي يمشي على الطريق الصحيح، مع احترامي الكامل لمجلس الاداره ومع احترامي الكامل لمرتضى منصور ومستشار مرتضى منصور. ده رايي. حد ليه راي تاني مختلف معايا، ليه كامل الحريه وليه كامل الاحترام. فربنا يستر علينا يا رب واللي عاجبه الفيديو يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ولو عاجبه الفيديو تدوسوا لايك، تابعوني كل يوم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله، وانا منتظر دعمكم، لان انا بتشرف بيكم، وان شاء الله تكونوا سند ليا ان شاء الله. السلام عليكم.